المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. 2. عندما تكون الصفة هي المادة المصنوع منها الموصوف في حالة صفة واحدة فإن أداة تصريف الحالة الاسمية، وكذلك أداة الجمع تظهر على الموصوف. الصفة الأولى الاسم، طريقة الصياغة: دشة ذهب، بجمشخ، دشة بجمشخر، بجمشخم، بجمشخمجة، بجمشخو، الملعقة الذهبية. بخ خشب، قاشق، بخ قاشقر، قاشقم، قاشقمجة، قاشقو، المغرفة الخشبية. ب. عند استخدام أكثر من صفة حقيقية وصفة المادة المصنوع منها الموصوف، فإن الصفة غير الحقيقية تأتي قبل الموصوف، والصفة الحقيقية تأتي بعد الموصوف، وتظهر أدوات التصريف على الصفة الأخيرة والتي هي الحقيقية. الصفة الأولى الاسم، الصفة الثانية طريقة الصياغة: دشة ذهب، بجمشخ ين كبير، دشة بجمشخ ينر، ينم، ينمجة، ينو، ملعقة الذهب الكبيرة. بخ خشب، قاشق، جحة طويل، بخ قاشق جحر، جحم، جحمجة، جحو، مغرفة الخشب الطويلة. 6. عندما تأتي مجموعة من الصفات خليط ما بين الحقيقية وأشباه الصفات، فإن الصفات غير الحقيقية تأتي قبل الموصوف، وأما الصفات الحقيقية تأتي بعد الموصوف، وكذلك فإن أداة التصريف والجمع تظهر على الصفة الأخيرة. جدول يظهر فيه صفة غير حقيقية جاءت قبل الموصوف بالإضافة إلى الصفات الحقيقية جاءت بعد الموصوف. دائما أدوات الحالة الاسمية وأداة الجمع تظهر على الصفة الأخيرة. الصفة الأولى الاسم، الصفة الثانية، الصفة الثالثة طريقة الصياغة: نيبا اليوم، تخل، أر سميك، ين كبير، نيبا تخل أر ينر، ينم، ينمجة، ينو، كتاب اليوم السميك الكبير. تواس أمس، مازة، يز بدر، داخة جميل، توسر مزايز داخر، داخم، داخمجة، داخو، قمر الأمس البدر الجميل. لاحظ أداة الربط ر تتصل مع الصفة الأولى غير الحقيقية في الجملة، وذلك كي يستقيم معنى الجملة. جدول تظهر فيه الصفات غير الحقيقية وصفة المادة المصنوع منها الموصوف جاءت قبل الموصوف، بالإضافة إلى الصفات الحقيقية جاءت بعد الموصوف. دائما تتبع أدوات الحالة الاسمية وأداة الجمع آخر الصفة. الصفة الأولى، الصفة الثانية، الاسم، الصفة الثالثة، الصفة الرابعة، طريقة الصياغة: نيبا اليوم، بخ خشب، تش باب، ين كبير، داخة جميل، نيبر بخابتش ين داخر، داخم، داخمجة، داخو، باب اليوم الخشبي الكبير الجميل. تواس أمس، دانا حرير، جانا قميص، فج أبيض، داخة جميل، توسر دنجن فج داخر، داخم، داخمجة، داخو، قميص الأمس الأبيض الحريري الجميل.
بخا بشا بخبشا. 7. أدوات النفي تكتب متصلة مع الصفة وتأتيان على شكل سابقة م أو لاحقة على شكل ب. السابقة م: ليس قويا مثش، ليس جميلا مداخ، ليس كبيرا مين. مثال: رأيت بأن البيت ليس بالكبير ونر مينا وسخبلا. اللاحقة ب: ثشب ليس قويا، داخب ليس جميلا، ينب ليس كبيرا. مثال: باعتقادي ذلك بيت غير كبير سزرقوارمجة عاروني ينب. طريقة كتابة الصفات المركبة. بلشواط زخل ما يعتخج. 1. هناك مصطلحات في اللغة الشركسية تكتب بشكل مركب وبصيغ النفي، ولها معاني تتراوح فيها حالة الصفة بين حالتين متناقضتين، يقصد بأن لها صفة محيرة، حيث توضع إشارة العارضة شحطة بينهما. ليس بالصغير ولا بالكبير مين متسق، ليس بالبارد ولا بالدافئ متشأمفاب، ليس بالطويل ولا بالقصير متشحمشاك، ليس بالقريب ولا بالبعيد مبلغ متشج.